انت يالا يا اللي جات لي صايع بشبشب دنوبه خضراء، انا فاكره لغايه دلوقتي، بتدوس على البالونه بجزمتك ده رمز للزمالك. لا انت تاخد بالجزمه انت وابوك وامك وعيلتك وتنضرب بالجزمه في قلب السنبلاويه وتحترم نفسك، بس العيب مش عليك، العيب على الكابتن محمود الخطيب اللي سمع بودنه مراتك الثانيه بتقول انك انت بتجلب مخدرات انت وكهربا وسايبك تلعب، وبنت اللي اسمها ايه منى فاروق قالت لك هتديك بالجزمه على وشك، يعني بالجزمه على وشك. ويا حاجه يا غلبانه كلنا غلابه. انت عارف انا كنت فاكرك فراشه في النادي لما لقيت الساعه 2 بالليل طالعه من اوضه اللعيبه يوم ما خدنا البطولات كلها. قلت لهم هو في فراشات بتطلع لغايه دلوقتي؟ ازاي يعني؟ شغلوا لغايه دلوقتي؟ قالوا لي لا ده امي ما معرفش. قلت لهم لا انا بيني وبين ربنا غلطت فتوه. قلت لها 10 قعدتها جنبي تمام؟ قلت لها انا ظلمتك فاكرك شغاله في النادي. انت دلوقتي بتتنطط التسجيل. ابوك اللي ما كانش يقول يسلم عليا ابوك يقول لي البت مراتك الثانيه المحترمه اسمها داليا تاريخه حصل له ده. لا الاهلي في نكسه يقول لك اصل مرتضى بينتقم. طب انا بعت بقى لساني الولد المنحرف اللي اسمه كمال عاشور جاب بالونه بيضه رمز الزمالك بعد ما جاب الكوره في جون في امدي داس عليها بجزمته بجزميها بجزمتها ورحمه امي يا امام الى ربيك وكفايه ان المحامي بتاعك اشرف عبد العزيز المحترم كلمني بالليل وقال لي ده واد ملوش قيمه وملوش لازمه، كلامي واضح، وان انا كان عندي وليد سليمان بنتفرج وليد المحترم اللي هو ضربه تمام بنتفرج على الماتش تفينا قلنا ايه القرف ده؟ ده مش النادي الاهلي. الماتش اللي بيعالجوا مدحت شلبي للاهلي والزمالك بيبقى نكد. هو مدحت شلبي بيبقى محايز للاهلي. انا عايز اسالك سؤال، اتفضل. مدحت شلبي لسه عايش؟ الله اعلم. الذكاء الاصطناعي الله اعلم. بس معلش رجاء سياسه المستشار. بقول لك ذكاء اصطناعي ماشي. يعني مش هو سياسه المستشار. ده ما ده 16 سنه يفوز بالاهلي. مدحت شلبي مش عايزينه يعالج ماتش للاهلي والزمالك. مدحت شلبي مش عايزينه يعالج ماتش للاهلي والزمالك. مدحت شلبي انا راجل امي بس انا شفتك بظروفك. خلاص يا جماعه انتوا عايزين تعملوا انضباط يا انا ابو ريده يا اللي متعين وما حصلش انتخابات تاني، يا اللي متعين تسكين يا باشا متعين وهو عارف متعين ازاي ومين عينه تاني. سؤالي فين لجنه الانضباط؟ فين احمد دياب؟ ازاي ده ممكن يولع الدنيا؟ كنت عايزك تركز قوي في الكلمتين اللي قالوا من شويه في مقدمه الحلقه، لانه ده الوعد والعهد دايما وابدا ما بين الاهلي وجمهوره، بين الاهلي كنادي، بين الاهلي كاداره، الاهلي كلاعبين، الاهلي كاجهزه فنيه، الاهلي كجماهير، الكل دائما وابدا على قلب رجل واحد. الاهلي الكل هو الواحد عشان يفضل دايما رقم واحد، رقم واحد في الانتصارات، رقم واحد في البطولات، رقم واحد في الانجازات، رقم واحد في الانشاءات، رقم واحد في الامجاد، في كل شيء. وبالتالي النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وعلى مر العصور دائما وابدا بتعد وتفي بوعودها وتفي بعهودها. من هنا مش عايز حاله القلق اللي بدات تتسرب للناس انها تبقى موجوده. يعني النهارده مثلا لقيت واحد باعت لي الاهلي يتفاوض مع المهاجم ايه، مهاجم ايه في فرنسا وقصه ايه وحدوته ايه، وارجو يا كابتن ان انت تلقي لنا الضوء وتعرفنا باللعيب ده النهارده. ما اعرف منين؟ ما انا هعرف منين؟ يعني القصه هتبقى ازاي؟ يعني ما انا مش عارف ومحدش عارف. وقلت لك امبارح ان الموضوع في اطار من الكتمان والسريه، والبعض كان زعلان ان احنا قلنا كلمتين مهمين امبارح. ما احنا كلنا في النهايه هنا كقناه، اداره نادي، جهاز فني، لاعبين، كل الناس بتشتغل لاجل صالح النادي الاهلي. محدش منهم بيتقاضى حاجه. هم كل املهم في الحياه ان هم يسعدوا النادي الاهلي، يسعدوا جماهير النادي الاهلي، يفرحوا جماهير النادي الاهلي. وبالتالي الكل بيشتغل على قدم وساق.
بيوصلوا الليل بالنهار. وقلت لك امبارح واول امبارح قلت لك احنا عندنا 6 نقاط بتحل كل المشكلات، خدنا 50%، فاضل لنا 50%. عايزين نتماسك لحد يوم السبت. عايزين نبقى كلنا كده زي الموقف الجميل اللي حصل امبارح لما البعض بدأ فجأة يعمل حملة على امام عاشور، وقسما بالله ما عارف سببها ايه. ده بقت اشهر بالونة في العالم. ده الراجل اللي باع البالونة دي اللي امام لو اعلن ان هو اللي باع البالونة دي كان زمانه بقى مليونير في ال 24 ساعة اللي فاتوا. لا، في حدوتة بتحصل، في قصة بتحصل، في شغل بيحصل. وقلت لك برضو امبارح انه خلي بالك حصل ايه في كهربا، عشان الراجل كان طاير وبدأ يجيب اجوان هنا واجوان هنا واجوان هنا وياخد هداف افريقيا ويبقى ورا نجاحات وانجازات وبطولات، لكنه لا، لازم نفرمله. فالدنيا دلوقتي على امام لازم نفرمله. او لما يطلع اي حد ويحصل اي حاجة اي جملة في الاخر ده هنا القط بتاعنا جمل. وفي حاجات كتيرة جدا النواحي التانية بتعدي ولا كأن حصل حاجة. بتعدي باللعيبة وبتعدي من مسؤولين وبتعدي من جماهير وبتعدي وما بيحصلش اي حاجة. لكن عندنا احنا لا، في حالة تربص موجودة باينة. يقول لك الحق اصل الاعلام بتاع الاهلي. طب وريني كده، طب عرفني كده، طب اديني امارة كده حضرتك عشان نقول ان الاعلام بتاع النادي الاهلي. اديني امارة واحدة ان الاعلام بتاع النادي الاهلي لولا رجال الاهلي ولولا مشجعي الاهلي ولولا الناس الجدعان اللي بيحبوا النادي الاهلي اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا وكل واحد بيكتب من مزاجه ومن هواه. فالناس دي بتجاهد بتحارب بتحب النادي الاهلي. فاحنا كلنا الناس طلبوا مننا طلب اهدوا شويه. حاضر، نهدى شويه وكلها ايام والامور تبان وتتضح باذن الله. واحنا ما بنتعاملش ناس بتاعد ولا توفي، لا، بتاعد وابتفي بالعهود والوعود بامر الله سبحانه وتعالى. لكنه قصه التعاقدات مش انا رايح الصبح كده رايح على الاوضه اللي جنبي يلا هات لي 2 لعيبه وهات لي من هنا ايه، ما ينفعش. انت بتاخد حد على الفرازه يليق بالنادي الاهلي، يليق ببطولات النادي الاهلي، يليق بالاجنده بتاعه النادي الاهلي، يليق بالتزامات النادي الاهلي. احيانا بتخيب وبيحصل في العالم كله. تجيب لعيب خميس رودريجيز ده خدوه في ريال مدريد كانوا طالعين بيه القلعه، ما عملش حاجه. دلوقتي من غير نادي. وعلى فكره اي نادي عنده قرشين هنا ممكن يجيبه يلعب سهل يعني بسيط. كان بقى بكام رايح ريال مدريد ب 90 مليون يورو ما نجحش. انت مثلا عندك تجربه زي تجربه مودست ما نجحتش مع انه جاب شويه اهداف مهمه. بواليا ده لما لعب في الجونه والله كنت اقوم انام ورسائل يا كابتن بواليا لازم يجي الاهلي، بواليا هداف الدوري، بواليا وشغلانه وحدوته. فبقى في راي عام والناس كلها عايزه بواليا فجيب بواليا. حظه مش كويس ما نجحش مع النادي الاهلي، ما وفقش. تلاقي ناس ترجع تقول لك في كاس العالم قعدنا مش عارف ايه، يقول لنا بعدين جابوا لنا بواليا، ده كان طلبكم. فعشان كده المره دي في تأني وفي صفقه كانت انتهت بالفعل زي ما انا قلت لك امبارح، انتهت بمعنى انتهت وخلصت وكل حاجه. لكنه في النهايه حدث نوع من انواع الطمع. حد بيجتهد وحد بيقول وحد بيعمل وفي ناس عماله تتابع عماله تشوف. فخلينا شويه نكون متريثين، نكون هاديين شويه. هل انت بتثق في النادي؟ هل انت بتثق في اداره النادي؟ لو بتثق خلاص. هل اللي حصل وتحقق من انجازات وبطولات على ارض الواقع في كره القدم وفي كره السله وفي كره الطايره وفي كره اليد وفي العاب الماء وفي مش عارف ايه وايه 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 وايه، هل ده مش دليل ان الناس بتشتغل؟ بتشتغل، موجه نفسها موجه نفسها. خلاص خلينا عند الثقه بتاعتنا. احنا كسبنا السوبر، وصلنا لسيمي فاينال الانتركونتيننتال، سوء حظ. خدنا السوبر المصري، تصدرنا الدوري العام باذن الله بامر الله بدون مقاطعه. يوم السبت نكسب ونتصدر او نضمن ان شاء الله في حاله مكسبنا ان احنا نوصل باذن الله ونتاهل وتبقى الامور ماشيه بشكل جيد. ارجوكوا ثقوا في ناديكوا، في ادارتكوا، ثقوا في نفسكوا. هو انت تاريخك الطويل ده ليه؟ اتبنى على اساس ايه؟ على اساس المصداقيه، على اساس الناس فعلا عايزه